الفراخ الروستو من أحلى الأفكار اللي ممكن تقدموها في عزومة في رمضان أو عزومة عموما. بيبقى شكلها حلو على السفرة كده ومالية مركزها، والأهم من كل ده إن بيبقى طعمها لذيذ جدا. في البداية من قبليها بيوم بحضر محلول النقع للفراخ، سواء مشوية أو الروستو. طبعا الروستو بتبقى مشوية، فبنحط مية، التوابل صحيحة، الورق الغار، البرتقان، الليمون، وحطيت كمان سكر وملح. كل المقادير هسيبها لكم تحت الفيديو. وبعد كده بقلب كويس وبنزل فيها الفرخة اللي انا غسلاها كويس جدا برضو قبليها بدقيق وليمون وكل الكلام ده، بغطيها وبسيبها تاني يوم بخرجها عشان تاخد درجة حرارة الجو. عندي راس توم كاملة بحطها في ورق فويل وبحطها في الفرن عشان تتشوي. عندي شوية من الخضار، بصل وتوم وكرفس وجزر وشرايح من البرتقان، ولو عندكم شرايح من الليمون حطوها برضو. باخد من كل جزء